في ناس ربنا بيختارهم من مكان بعيد لحد شايفهم ولا يعرفهم، ويطلعهم فوق ناس كتير جدا. ناس حياتهم كانت تحت التراب لكن صوتهم بقى فوق الكعبة. النهاردة هنحكي واحدة من أعظم القصص اللي حصلت في تاريخ البشر. قصة راجل كان عبد لكن صوته علم البشرية كلها يعني إيه حرية. قصة بلال بن رباح، العبد اللي ملوش قيمة. سيدنا بلال بن رباح كان عبد عند أمية ابن خلف، يعني أقل طبقات المجتمع، يباع ويشترى زي أي حاجة. مكة كلها كانت شايفاه مجرد لا شيء، لكن اللي ما كانش حد يتوقعه أو يتصوره إن الراجل ده هيبقى رمز من رموز التاريخ. لكن جوه القلب ده كان فيه نار، وكان فيه نور مستنيه يظهر. وفجأة يسمع عن واحد اسمه محمد بيتكلم عن رب واحد وعن عدل وعن مساواة. يتحرك قلبه ويروح لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمع منه وينطق الشهادتين. وهنا بدأت الحرب عليه، العذاب اللي مفيش بشر يتحمله. أمية بن خلف جاب بلال ورماه على الرمل السخن، وجاب حجر ضخم وحطه على صدره وقال له ارجع عن دينك. بلال يقول كلمة واحدة تهز السماء: أحد أحد. الكلمة دي كانت زي السيف، تحدي، زي صرخة إنسان بيقول أنا مش ملك حد. كانوا بيفضلوا يعذبوه بالساعات وهو ثابت، جسمه بيموت ولكن قلبه واقف. واللي جنن أكتر إن بلال كان بيبتسم كأنه شايف حاجة هم مش شايفينها. ولكن جات اللحظة اللي قلبت التاريخ. سيدنا أبو بكر الصديق يشوفه وهو بيتعذب، يقف وقفة رجولة ويقول: كم لك يا أمية؟ كذا وكذا، أشتريه أخذته. وخرج بلال حر لأول مرة، ولكن اللي جاي كان أكبر بكتير. بعد سنين وبعد هجرة وبعد معارك وبعد صبر وبعد ما كان بيجروه على الرمل، يقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد ويقول: يا بلال أذن. الله أكبر. الله أكبر. حي على الصلاة. أول أذان في التاريخ طلع من نفس الصوت اللي كانوا بيحاولوا يخنقوه بالحجارة. الصوت اللي كانوا بيحاولوا إن هم يدفنوه بقى هو الصوت اللي بيوقظ الأمة. مكة كلها سمعته، والسماء كلها سمعته، والتاريخ كله سمعه. يوم فتح مكة، اليوم اللي دخل فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكة منصور. الناس كلها بتجري وبتستخبى في البيوت، والكفار اللي عذبوا سيدنا بلال مرعوبين جدا. وفي اللحظة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبص لبلال ويقول له: اصعد فوق الكعبة وأذن. طبعا سيدنا بلال طلع وأذن من أعلى مكان كانوا بيمنعوه يقرب منه. الناس كلها رفع راسها، واللي كانوا بيعذبوه شايفينه فوق الكعبة. الدروس اللي تنفع لحياتنا دلوقتي: 1. الضغوط بتصنع الرجال مش بتهزمهم. بلال اتبنى تحت التراب ومحدش بيتولد قوي، القوة بتتخلق. 2. المجتمع ممكن يقلل منك لكن ربنا بيرفعك. عبد يبقى مؤذن الإسلام الأول، يعني اللي تحت ممكن يبقى فوق جدا. 3. صوتك، كلمتك، موقفك ممكن يغير مصيرك. بلال الكلمة واحدة: أحد، فكانت إعلان ثورة. 4. النهايات عند ربنا غير توقعات البشر. أمية بن خلف كان فوق وبلال كان تحت. بعد سنين أمية مات مرعوب وبلال أذن فوق الكعبة. 5. كل وجع بتمر بيه ربنا بيجهزك لرسالة. بلال لو ما تعذبش ما كانش صوته هيبقى أسطورة.